صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم لو كنتوا بتتفرجوا على الفيديو ده في وقت متاخر، بس زي ما احنا متعودين دايما مع بعض المهم ان هو يفضل دايما خير. الفيديو اللي فات كنت اتكلمت مع حضراتكم او بدات اتكلم معاكم عن ازاي نقدر نواجه مشاكلنا، وكنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الفكره بتاعه ان المشاكل لما يبقى عندك مجموعه مشاكل ما ينفعش تقرر تواجه كل المشاكل مره واحده، انما لازم تواجه المشاكل مشكله في مشكله. النهارده هتكلم معاكم على فكره تانية خالص في طريقه مختلفه لان احنا ازاي نواجه مشاكلنا. الممثل ارنولد شوارزنيجر اللي احنا اغلبنا نعرفه بيحكي قصه حصلت له وهو طفل صغير. بيقول ان هو وهو طفل كان عايش وسط اسره فقيره، اسرته كانت اسره فقيره، كانوا عايشين في مدينه فقيره، وان والده في يوم من الايام صحى الصبح ولقاه ماسك جمله بيحطها جوه برواز وبيعلقها على الحيطه. أرنولد بيقول إن الجملة دي من أكتر الجمل اللي أثرت على حياته وخلته يوصل للي هو وصل له في الحياة. أرنولد شوارزنيجر بيقول الجملة دي كان بتقول إيه؟ بتقول السعادة من خلال القوة. يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة الجملة دي في جزئيتين عايزة أتكلم معاكم عليها. أول حاجة، الحاجات اللي انت بتبروزها وتحطها في دماغك هي دي الحاجات اللي انت بتنجح انك انت توصل لها، لان هي دي الحاجات اللي بيفضل دايما السبكونشس بتاعك او اللاوعي بتاعك مركز فيها وطول الوقت بيقولها لك وطول الوقت بيحسك او بيحفزك لانك تعملها. فلما تلاقي ان في جملة مهمة ممكن تأثر في حياتك بروزها وحطها على الحيطة. الحاجة التانية المهمة الفكرة بتاعت الجملة نفسها معناها بيقول ايه؟ الجملة بتقول السعادة من خلال القوة. يعني ايه؟ لو اخدنا بالنا ان احنا 3/4 مشاكله في الحياة سببها هو ان هو ما بيقدرش ياخد قرار، طول الوقت متردد، او بمعنى اصح القرار اللي بيبقى دايما محتاج ان هو ياخده بالعقل بيبقى قرار صعب بالنسبة له وقلبه وعقله بيتناطحوا فيه. العقل بيقول حاجة والقلب بيقول حاجة تانية، وعشان كده بيبقى القرار صعب. عشان كده الجملة المهمة اللي والد شوارزنيجر حطها كانت جملة عبقرية، السعادة من خلال القوة. مش هتقدر تبقى سعيد طول ما انت متردد ومش عارف تاخد قرار صح. مش هتقدر تبقى سعيد طول ما انت مش عارف انت واقف فين ورايح فين. مش هتقدر تبقى سعيد الا لما تبقى قوي وقادر تواجه مشاكلك بجد وتاخد قرارات صحيحة. القرارات الصحيحة في المعتاد قرارات مش سهلة، قرارات صعبة وبتحتاج قوة شديدة عشان تقدر تقف وتقدر تاخدها. عشان كده النقطة التانية اللي كنت محتاجة اتكلم معاكم فيها على ازاي تقدر تواجه مشاكلك هي السعادة من خلال القوة. عايزة اكلمكم كمان النهاردة عن واحد من اهم المحفزين على مستوى العالم، راجل اسمه ستيف تشاندلر. الراجل ده بيقولك ان الافكار بتاعتنا عاملة زي الفراشات، لو ما قررتش ان انت تمسكها كويس وتطلقها في حقل وعيك مش هتقدر توصل لأي نتائج. هي نفس الفكرة بتاعت الأب والد أرنولد شوارزنيجر اللي فكر فيها. الفكرة اللي بتسيطر على اللاوعي بتاعك هي اللي بتدفعك لأنك تطلع لقدام. فلو أنت أمنت كويس إنك أنت عندك فكرة ممكن تخليك تطلع لقدام، فكرة تحفزك وتديك الأمل لأنك أنت تعرف تعمل حاجة لبكرة. الأفكار بتاعتنا يا جماعة ليها قوة، الأفكار بتاعتنا ليها قوة وتقدر تحولها لشيء ملموس. طول ما انت مآمن بيها، طول ما انت عارف انت واقف فين ورايح فين وجاي منين، هتقدر تحول افكارك دي لشيء ملموس. المهم ان نفضل دايما مآمنين ان افكارنا ليها قوة. هقابلكم الفيديو التاني المرة الجاية وبرضه هنتكلم في ازاي نواجه مشاكلنا.